الحمد لله ربنا خلق لنا مخ عظيم. المخ دوت الذاكره بتاعته بنقدر ان احنا نحفظ فيها حاجات كتيره قوي اتعلمناها وتعودنا عليها، زي القرايه زي الكتابه، زي ما نتعلم مثلا اكله معينه بخطواتها، او نتعلم مثلا خطوات ان احنا نسوق اوتوماتيك. مجرد ان احنا ننزل العربيه بنبقى عارفين ايه هي الخطوات، مش محتاجين ان احنا نتعلمها مره تانية. ومن هنا جت فكره في البرمجه الفانكشنز، ان انا لما في عندي حاجه خطوات كتير بتتكرر اكتر من مره احطها في فانكشن، كل محتاجه اروح انده عليها بدل ما كل مره ابتدي اعملها من الاول. كونسبت مهم جدا، في ناس كتير بتستصعبه لكن هو بيبقى كونسبت سهل لما بنبقى متعلمينه صح، ومتعلمينه بعد ما اتعلمنا الحاجات الاساسيه عشان نقدر ان احنا ننفذه صح ويكون فعلا بجد افكتيف. وان شاء الله نتعلمه بطريقه سهله جدا وسلسه. ويلا بينا نتعلم حاجه جديده. ايه هي الفانكشن؟ الفانكشنز هي بلوك اوف كود that can be called multiple times. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني مثلا ندي مثال، لو انا عايز ارسم مربع وفي الجيم بتاعي او البروجكت اللي انا بعمله برسم المربع اكتر من مره، او حتى لو هرسمه مره واحده او مرتين او ثلاثه، بعمل ايه؟ بعمل فانكشن بسميها مثلا درو ا سكوير، والفانكشن ديت بتاخد ستيبس. يعني ايه الستبس؟ ان هو الستبس دي بتتمثل طول الضلع بتاع المربع، فهقول له موف النمبر اوف ستبس ديت اللي هي طول ضلع المربع وتيرن 90 ونفذ الكلام دوت 4 مرات. طيب وده هيسهل عليا ايه؟ هيسهل عليا ان انا مش كل مره اجي عاوز ارسم مربع ان انا اكتب الكود دوت من اول وجديد. انا خلاص كتبته وعملت له سيف فانكشن، كل ما عاوز ارسم مربع هقول درو ا سكوير واديله الايه الطول اللي انا عايزاه بالنسبه للمربع بتاعي. وبكده انا سهلت على نفسي حاجات كتير جدا. اول حاجه ان انا ما كتبتش الكود غير مره واحده، او احتجت ان انا ارسم المربع اكتر من مره، يبقى مع كل اللي هعمله ان انا هكتب اسم الفانكشن. وكمان لو حصل في غلط في الكود عندي يبقى انا بصلح في بس الفانكشن. الديباج بتاعي ما بيبقاش بقى تخيلوا لو انا بندع على السكوير دوت 10 او 5 مرات، 10 او 15 مره، ان انا اصلح ال 10 او 15 مره، لا انا بصلح مره واحده بس. لو في عندي ميستيك او عندي باج في الكود بتاع الفانكشن، او ان انا مثلا ان انا عايزه اعلم حد ان هو يربط الجزمه، هقول له مثلا هات اللينكس بتاعت الجزمه حطهم مع بعض، اعمل عقده اولانيه وبعدين اعمل ودنين ارنب وبعدين لفهم جوه بعض وشد، يبقى انت كده عملت ايه؟ ربطت الجزمه. ودي الطريقه اللي بنعمل بيها اطفال صغيرين ازاي انهم يربطوا الجزمه. مع التكرار بقى اكتر من مره اكتر من مره هم خلاص عرفوا ازاي ان هم يربطوا الجزمه وبيحفظوها في الميموري عندهم وبيعملوا له ريتيرن. نفس الحكايه وان انا استخدمت الفانكشنز، ودوت بيسهل عليا كتير جدا لما اجي استخدم الفانكشن دي، مش لازم اكتبها كل مره من الاول. كونسبت في الفانكشنز اسمه دراي، دي ار واي، يعني do not repeat yourself، عشان ما اكررش نفسي اكتر من مره. ايه الهدف من الفانكشن؟ الفانكشن زي ما احنا قلنا بتمينيمايز التايم اللي احنا بناخده عشان نكتب الكود، بدل ما اكرر نفسي اكتر من مره انا بكتب نفسي مره واحده بس كل ما عاوز الفانكشن بنده عليها. بتقلل الباجز ان انا لما باجي اصلح بصلح بس في الفانكشن. وكمان تالت حاجه ان هي بتخلي الكود بتاعي يبقى شورت اند كلين. تخيل لو الكود بتاعي يبقى عامل ازاي لو ضفت الفور لاينز بتوع الفانكشن اكتر من 10 مرات، هيبقى الكود بتاعي طويل جدا وبرده هيتوه فيه جامد جدا لو جيت ان انا عاوزت اصلح في اي اخطاء. ايه الفانكشنز اللي موجوده عندنا في سكراتش او شكل الفانكشن موجودين على سكراتش؟ عندنا نوعين من الفانكشنز، عندنا بيلت ان فانكشنز زي موف سي تشينج سايز باي، كل دي بيلت ان فانكشنز موجوده اوريدي في السكراتش. في فانكشنز بدخلها انبوت زي موف او سي، ان انا بقول له هو هيقول ايه وعدد السكندز اللي هيقولها، او زي موف عدد الستبس اللي هو هيتحركها. ودي فانكشن انا بتاخد انبوت. وفي فانكشن مش بتاخد انبوت، زي ما بقول له مثلا نيكست باك دروب، هو اوتوماتيك بيروح يغير الباك دروب، لكن هو مش بياخد انبوت، لكن بيديني اوتبوت ان هو بيغير لي الباك دروب. والنوع التاني من الفانكشن عندنا اللي هو create your own function. انا بقى عايزه اعمل فانكشن بتاعتي خاصه بيا انا، لانه في سكراتش ما عندوش كل الفانكشنز اللي موجوده اللي كل حد ممكن يستخدمها. لا، ممكن يبقى في حد بيعمل برنامج او بيعمل الجيم بتاعه وعايز يكرر الفانكشن بتاعته اكتر من مره. وتعالوا بقى دلوقتي نفتح السكراتش عشان نعرف ازاي نقدر ان احنا create our own function. اول ما نفتح سكراتش هنلاقي تحت على الشمال في حاجه اسمها ماي بلوك، اللي انت هتعمل كرييت يور اون بلوك هنا اهوت، علشان هم الفانكشنز مسمينها بلوكس، اللي هو البلوك موف او بلوك نيكست دروب، فاحنا هنعمل ان هو مسمينها برده ماي بلوكس، بس هي في العلم بتاع الكمبيوتر اسمها فانكشن. بكتب ان هو البلوك نيم، عاده البلوك نيم ما بيبتديش بكابيتال ليترز، بيبتدي دايما عاده بسمول ليترز. فعود نفسك دايما انك لما تعوز تكتب اي فاريبل ابتدي بسمول لتر. لو عايز كابيتال لتر ممكن تكتب مثلا اللي هو كلمتين، تكتب تاني كلمه كابيتال لتر، لان اي فاريبل ما بيبقاش فيه سبيس، لان بيبقى في كلمتين لازقين في بعض، لا اما بيبقى احط بينهم اندرسكور. دلوقتي هعمل بلوك اسمه سكوير وهنشوف السكوير ده هنعمل فيه ايه. هقول له ريبيت 4 move 100 turn 90 degrees. طب انا كده عرفت البلوك، ازاي بقى اقدر ان انا استخدمه؟ هروح نجيب البان من الاكستنشن وهقول له ان هو
جيب الجرين فلاج وهقول له when green flag is clicked هتعمل ايه. في الاول ما ننساش نعمل السيت اب بتاعنا، احنا خلاص بقى دلوقتي بقينا بنستخدم سكريبت جديد كتير وعارفين المفروض نعمل ايه. هقول له erase all علشان اقدر اتاكد ان السكرين بتاعتي هتبقى كلين كل ما اجي ابدا البروجرام بتاعي. وغيرت البين سايز وغيرت الكالر كمان بتاع البن. دي حاجات اوبشنال اللي عايز يعملها يعملها. اوكي، وهقول له ان هو يروح لبليس معين علشان كل مره يبدا فيه. وبعدين هروح هنا ماي بلوكس وهقول له سكوير. خدت بالكم طبعا ان الكود بتاعي قل جدا، وطبعا لازم احط بين داون وبين اب واحطهم جوه الفانكشن اللي هي هترسم السكوير. ما ننساش ابدا البين داون والبين اب. اوكي، زي ما احنا شايفين كده رسم السكوير بتاعي والسيلز 2 وكمان بالكالر البلو. اوكي، طيب انا دلوقتي عايزه اروح اعمل بلوك ثانيه وهقول له ان هو هحط لها انبوت، يعني انا هدخل لك بقى السكوير السيل بتاعه اللي انت هتعمله. فبحط ان هو اد ان انبوت، بكتب ان هو درو ا سكوير، ده اسم الفانكشن بتاعتي، وهقول له نوت نمبر اور تكست نمبر. اوكي، هاخد نفس الكود اللي انا هعمله، بس كل اللي هعمله ان انا هغير الستبس وهجيب نمبر من فوق الفاريبل نمبر واقوم حاطاه جوه موف ستبس. اوكي، وهجيب نوت الفانكشن بتاعتي هغيرها من درو سكوير من سكوير لدرو سكوير، وهكتب له 150 هو ده اللي انا عايزه ارسمه، وهدوس على الجرين فلاج وفعلا رسم لي اكبر. وعشان اتاكد اكتر ان انا هغير اللون بتاعه وهخليه ان هو يبقى لون يلو، هجرب مره ثانيه ويترسم لي ايه يلو سكوير. اوكي، ممكن طبعا اغير النمبر زي ما انا عايزه، اقدر ارسم سكويرز اكبر، اقدر ارسم سكويرز اقل، لان انا مجرد كل اللي بعمله ايه ان انا بغير بس النمبر اللي عندي. وزي ما احنا كده شايفين برضه عملت لكم تارجت نيجاتيف 90 عشان تقدروا ان انتوا تشوفوه فوق او تشوفوه تحت. كل الحاجات ديت في ايدي ان انا اغيرها. احنا لما جينا الفانكشن كان في حاجتين، كان في اد ان انبوت وكان في اد وكان في بوليان. ايه الفرق بين البوليان والنمبر؟ البوليان دوت عشان يتشيك اذا كان الكونديشن اللي داخله ترو او فولس، صح؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده، يعني لو هو ترو هيتنفذ لي الفانكشن دي، ولو هو فولس هيتنفذ الفانكشن دي، او لو هو ترو انت هتقول لي حاجات معينه، ولو هو فولس يبقى ايه هتعمل حاجات تانية. فهجيب اف كونديشن وهقول له اف البوليان يعني الكونديشن اللي انا هنادي بيه الفانكشن طلع ترو ترسم لي السكوير اللي هي درو سكوير. اوكي، ولو هو غلط هتعمل ايه؟ هتقول wrong number. هيجي هنا اهو تقول لي ان هو wrong number. طب ايه الكونديشن اللي احنا هنحطه؟ هنحط كونديشن ان لازم النمبر اللي اليوزر يدخله، هنطلب من اليوزر ان هو يانتر نمبر، والنمبر دوت عشان نرسم بيه السكوير. السكوير ممكن ارسمه باي نمبر بوزيتيف، يعني لو اليوزر دخل نيجاتيف نمبر او دخل زيرو هنقول له ان احنا مش قادرين ان احنا نرسم السكوير ده، لازم اليوزر يدخل بوزيتيف نمبر. فهروح ان هو تقول لليوزر بليز انتر ا نمبر، والنمبر اللي هيجي هيعمل عليه تشيك. ايه هو اللي تشيك؟ ان هو هشوف اذا كان النمبر ده اكبر من زيرو ولا لا. فهروح اجيب تشيك نمبر اللي هي البلوك بتاعي الجديد اللي انا عملته، وهحط فيه الكونديشن اللي انا عايزاه، ان انا عايزه الانسر تبقى اكبر من ايه الزيرو، ان لازم الانسر تبقى اكبر من الزيرو. وهو دلوقتي هيروح يتشيك لو النمبر بتاعي اكبر من الزيرو هياخد الانسر ديت وايه وينده بيها ويرسم لي السكوير. غير كده هيقول لي I can't draw a number. فانا هدخله ان هو نمبر. في الاول دخلت نيجاتيف 20 قال لي سوري can't draw لان الكونديشن ما اتحققش. اوكي، هدخل نمبر تاني زيرو قال لي سوري برضو can't draw. اوكي، لو دخلت بقى نمبر بوزيتيف عادي زي 78 اوكي، وراح رسم لي السكوير بتاعي. اوكي، انا برضو دلوقتي عملت غلطه ان انا قلت له set pen change pen size by 3. انا المفروض كنت اقول له set pen size to 3، عشان كده كل مره بيزود الثيكنس بتاع البن سايز. فهروح اغيرها واخليها set pen size to 3 لان بقت تو ثيك ان هي تترسم. بجرب لكم مره ثانيه، قلت له 98 الكونديشن صح وراح رسم لي الايه السكوير بتاعي. طيب عايزين نجرب كمان حاجه. لحد لما فتحت ميك اب بلوك كان في بيقول لي ان انا ممكن ادخل ليبل، يعني انا عايزه اكتب تو ليبلز بتو ديفرنت فاريبلز، او ان انا كمان ممكن ادخل له تو انبوتس، يعني مش بس واحد انبوت، لا لو انا عايزه ارسم ريكتانجل انا ممكن اديله الويدث وممكن اديله الهايت. فهقول له ان هو كده درو ريكتانجل، هعمل واحده جديده اسمها بويدث وبهايت، وهقول له ان هو ترسم لي الريكتانجل بتاعي. يبقى انا هدخل له تو ايه تو values الويدث والهايت. ازاي بقى ارسم الريكتانجل؟ احنا خدناها قبل كده، قلنا ان انا بريبيت تو ان هو بيموف الويدث وبعدين turn 90، بعدين بيموف الهايت وبعدين turn 90. بعد ما عملت ديفاين للريكتانجل هروح ان هو اعمل ان انا هبقى محتاجه فاريبلز علشان اباسط الويدث والهايت، لان الانسر ما ينفعش يكون فيه غير وان فاريبل بس. فانا هقول له ان هو انتر ويدث وبعدين هرجع اقول له انتر هايت، وبعدين عملت كرييت تو فاريبل، واحد اسمه ويدث وواحد اسمه هايت، علشان اخلي الويدث والهايت بتوعي يبقوا للانسر الفاريبل اليوزر الاولاني هيدخله هيروح مع الويدث، والانسر الثانيه اللي هيدخلها هنسيت ات ايكوال تو ذا هايت، وبعدين هروح اخد الويدث والهايت از فاريبل. دلوقتي هما فيهم التو نمبرز اليوزر دخلهم، وبعدين انده على البلوك بتاعي اللي هو درو ريكتانجل. ببساطه يبقى هيروح يرسم لي الريكتانجل بتاعي. ما تنساش نعمل ان تشيك للفاريبلز عشان ما تبقاش باينه على الشاشه.
50. فراح اعمل ايه؟ راح رسم لي لما دخلت النمبر 100 راح راسم الريكتانجل بتاعي. 50 و100 رسموا لي الريكتانجل بتاعي. اوكي، دخلت different variables زي ما انتم شايفين، وكل مره بدخل الفاريبلز بيرسم لي different rectangles. وهي دي الفانكشن، هي دي استخداماتها. وشايفين قد ايه طبعا وفرض ان شكل الكود يبقى مكلكع، وبقت كل جزء انا عايزاه في الكود بتاعي يبقى منفصل لوحده. دلوقتي هنعمل مشروع نقدر ان احنا نطبق فيه الفانكشنز اللي احنا اتعلمناها. زي ما انتم شايفين كده، فكره المشروع ببساطه ان احنا عايزين نرسم بيت. البيت عباره مكون من ايه؟ مكون من الروف، مكون من الوولز بتاعت البيت اللي موجوده تحت، ومكون من باب، والباب دي اكرة، وكمان مكون من ويندو، والويندو عباره عن 4 سكويرز. التفاصيل الصغيره دي تبقى مهمه جدا ليا از بروجرامر ان انا اخلي بالي منها، عشان ابقى عارفه كويس قوي ازاي انا هفكر وهرتب افكاري، ايه الحاجات اللي انا محتاجه ان انا اعملها عشان اطلع الاوتبوت مظبوط زي ما هو مطلوب مني. يبقى اول فانكشن هعملها ان هعمل ماي بلوكس واسميه روف. اوكي، الروف ده عباره عن تراينجل، في الاخر في الاول عباره عن تراينجل. يبقى احنا افتكرنا مع بعض التراينجل بيترسم ازاي. قلنا بقى احط له موف طبعا رقم معين، وقلنا بيلف 120 مش بيلف 60. وديت يبقى اول بلوك انا عملتها في الفانكشن بتاعتي، وهعمل له بين داون وهعمل له بين اب، والسيت اب بتاعي مظبوط. وبعدين هروح اقول له وين كليك ده هتعمل ايه. انا عايزاك تروح طبعا تقف في مكان معين علشان خاطر ان انت ترسم الكريستال دي بس عشان حاجه ارسم بيها. ممكن بعد كده نخليها تبقى مختفيه. يعني انا دلوقتي بس هظهرها لكم عشان نقول مثلا ان انا هبدا في الحته دي علشان انا عايزاه يبقى في النص بالظبط. ماشي، فانا حركت الكريستال بتاعتي وخليتها مثلا على الشمال خالص، او مش على الشمال خالص، يعني في نص السنه يبقى في نص الشاشه. ونجرب كده مع بعض، وخدت الرقمين دولت وقلت له اوكي نجرب ان احنا نرسمها في البوزيشن ده. اوكي، عندي نيجاتيف 140 و8. ما تنسوش ان احنا لازم نعمل اريز اول في اول المشروع بتاعي. اوكي، انا لما دلوقتي هو رسم الروف بتاعي ابسايد داون، وانا عايزاه يطلع ان هو معدول. طيب هنا دوت الموضوع ده ممكن نحله بطريقتين، الا اقول له turn negative 120، او ان انا اقول له ممكن ان انت يبقى الدايركشن بتاعك negative 90، السيت اب بتاعك وانت واقف يبقى negative 90. وكده احنا رسمنا الروف بتاعنا. طيب عايزين نعمل ايه تاني؟ بعد كده عايزين نعمل الوولز. يبقى هروح لماي بلوكس وهقول له لو سمحت ارسم لي الوولز. بالنسبه للبوزيشن والتظبيطات بقى انتوا اعملوها حسب كل واحد، يعني عايز يبقوا في نص الشاشه، على اليمين شويه على الشمال شويه، حاجه ترجع لكم. اوكي، هروح بقى هنا علشان ارسم الوول، فهعمل create new block في my blocks واسميه wall. اوكي، طب انا الوول بتاعتي عايزه تعمل ايه؟ هو عايز ينزل straight line كده داون، وبعدين يمشي straight line كده، وبعدين يمشي straight line كده. اولا فكره ان هو تشوفوه هو بيرسم زي ما انتوا شفتوه كده حصل في الاول دي، هنعمل لها gliding. يعني مش هنقول له go to، او مش هنقول له ان انت مثلا ترسم move، لا احنا نقول gliding علشان اقدر اشوفه هو بيرسم وهو ماشي معايا. وهي دي من هنا جت فكره ازاي ان انا اخلي يبقى شكله كانه بيترسم. اوكي، لو احنا غيرنا بقى من النقطه اللي هو هيبقى واقف فيها في اخر المثلث تحت خالص، هنلاقي ان ده معناه ان وانا نازله داون كده يبقى مين اللي بيدور معايا؟ الواي بي ايه؟ بيكريز، بيقل. يبقى انا دلوقتي محتاجه الجلايدنج يبقى هو واقف في البوزيشن دوت. مين اللي يتغير عندي؟ الواي يتغير عندي ان هو يقل. يبقى الواي عندي هيتغير لنيجاتيف 167، وهيبقى الاكس زي ما هو، وبعدين هيعمل تيرن 90 ديجري ويمشي كده يبقى الواي هيفضل ثابت. واللي هيتغير الاكس هيحصل له ايه؟ هيزيد. عندي الاكس ممكن نوصله زي ما هو موجود ان هو 6، والواي هيفضل زي ما هو عند نيجاتيف 170. انا هاخد الكريستال بتاعتي وامشيها تقريبا في المكان اللي انا عايزاه، فتقريبا الفاليو بتاعت الاكس ابروكسيمتلي هتبقى ب 65، والواي هتبقى زي ما هي. يبقى انا هروح اقول له خلاص تشينج الاكس وخليها 65، وبعدين الواي بنيجاتيف 170 زي ما هي، وبعدين turn 90 degrees. وبعدين هيطلع النقطه الاخيره ان هو هيروح المكان الاخير اللي هيروحه. الفاليو بتاعت الاكس مش هتتغير، لكن هي اللي هيتغير الفاليو بتاعت الواي، لان هو طالع لفوق. يبقى الفاليو بتاعت الواي انكريز، وهتفضل الاكس زي ما هي. رسمناه الحمد لله وطلع مظبوط. بعد ما نخلص ممكن ناخد كريستال عشان نتاكد ان كل حاجه مظبوطه، وان المقاسات بتاعتي مظبوطه، وان هو فعلا بجد مقفول عليه كانه من تحت عامل شكل سكوير البادي بتاعنا من تحت. اوكي، فممكن تلاقي نفسك بعد ما رسمته انك عايز تغير مثلا الفاليو بتاعت الاكس شويه، تغير الفاليو بتاعت الواي شويه، عشان خاطر ان انت تقدر ان انت تظبط ان النقط بالظبط تكون مظبوطه، لان احنا حركنا الكريستال كده ابروكسيمتلي. فممكن تبقى عايزه تزود 2 او تنقص 2، تظبطه بحيث ان يبقى شكل البوكس من تحت مقفول من الناحيتين واصلين لحد الايدجز بتاعت التراينجل. انا دلوقتي عايزه ارسم الدور، فانا رحت هنا واتعملت فانكشن
عملت بلوك جديد وسميته دور، وقلت الدور بتاعي مثلا حطيت الكريستال عايزاه يبقى في المكان دوت، يبقى تقريبا يبقى هو لازم يروح للمكان ده، يبقى لازم الدور اروح واقول له خلي اللون بتاعه بلاك، وعايزاك ترسمه لي في المكان ده، يبقى لازم تروح to this place، يبقى لازم اسيت هنا البليس اللي هيبدا فيه الدور، ولازم ما يبانش بين داون، لان بين داون هيبدا بعد ما يوصل المكان ده هنبتدي نعمل بين داون، هنقول له ان هو بين داون، وهنروح ان احنا نرسم الدور في الاخر في الاول عباره عن ريكتانجل، وقلنا الريكتانجل بيترسم ازاي، ريبيت 2 عندي مقاسين مختلفين وتيرن 90 ديجري مرتين، يبقى هقول له ان هو تيرن 90 ديجري مرتين، وهحط له موف مرتين، وبعدين هروح اقول له يرسم الدور بتاعي بمنتهى السهوله جدا، هيرسمه بالشكل ده. حسيت ان الدور بتاعي طويل شويه، مفيش مشكله، ممكن ان انا اقصره عشان يظبط يبقى جوه البيت. اوكي، عايزين نعمل الاكره بقى بتاعه الدور. في الاخر الاول الاكره بتاعه الدور دي عباره عن ايه؟ عباره عن سيركل، يبقى انا هروح اقول له هنعمل نوب اللي هي الاكره بتاعه الدور، هعمل كرييت برضو ابلوك قلنا بتاع الدور. خلوا بالنا البلوكس دي كلها مكتوبين تحت بعض، عماله كل الكود ده محطوط تحت بعض تحت جرين فليك، طبعا الموضوع كان هيبقى صعب جدا. فطبعا موضوع الفانكشنز هنا سهلت عليا كتير قوي وانا بكرييت او ان انا بعمل رسمه زي دي. احنا مركزين جامد جدا على ان احنا ازاي نعمل كرييت ديفرنت فانكشنز، ازاي ان احنا ننده عليهم وازاي استخداماتهم، وهي فعلا بجد محتاجه لوت اوف براكتس لحد ما تتعلموها كويس. اوكي، يبقى احنا النقط هنا اهوت هنقول له تقريبا هناخد واحده كريستال وهتبقى تقريبا مكانها في النقطه دي، وهقول له جو تو بليس دوت واعمل وست الكالر بتاعها واعمل لها بين داون، وهبتدي ارسم السيركل اللي هو ريبيت 36. انا لازم الريبيت مع التيرن كلهم يبقوا فول سيركل 360. انا اقول له ان هو ريبيت 10 او وتيرن 36 او العكس، المهم ان الاثنين مع بعض يبقوا ايه 360. وبعد ما عملتها ان هو حطيت البين اب وهنروح نجربها والحمد لله اترسمت. اخر حاجه بقى عايزين نرسمها الويندو. هنقعد طبعا عشان نرسم الفور ويتكرر، قلنا فكره ان لما باجي برسم حاجه بتتكرر دي اسمها ايه؟ نستخدم نستد لوبس. بس اول حاجه نرسم السكوير الصغير، هناخد الكريستال بتاعتنا ونروح نشوف احنا هنحطها فين، وما ننساش طبعا نعمل الكود بتاعنا بين داون وسيت الكالر ونعمل ريبيت 4 وهنديله الموف وهنديله تيرن 90. وبعد كده يرسم لي اول مربع صغير من الويندو. بس انا الويندو عندي كام مربع؟ 4 مربعات جنب بعض. اوكي، يبقى ده معناه ان انا هحتاج ان انا اكرر الموضوع ده كام مره؟ محتاج ان انا اكرره مرتين عشان ارسم الاثنين اللي جنب بعض، وبعدين انزل اكرره مرتين تانيين وارسم الاثنين اللي تحتهم. يبقى اول حاجه هعملها في النستد لوب ان انا هقول له بعد ما ترسم لي المربع الاولاني موف 15 وارسم المربع الثاني، واللي اخترت 15 عشان هو ده الطول اللي هو هيرسمه، فانا بقول له موف 15 عشان تخلص وبعدين ترسم اللي بعده، عشان بقى اخليه يرسم الاثنين التانيين دوت. يبقى انا محتاجه ان هو يعمل ايه؟ يعمل تيرن 180 ديجريز علشان خاطر يبقى في الناحيه الثانيه خالص ويرسم الاثنين اللي فوقيهم. يبقى انا هقول له ان هو تيرن 180 ديجريز وبعدين كرر اللي انت عملته تاني، ارسم لي الاثنين جنب بعض، ارسم لي السكوير وبعدين يتكرر وامشي 15 وبعدين ارسم السكوير التاني. بس انا بعد ما اترسم حسيت ان مكانه مش مظبوط، لازم يجي في الشمال شويه، وهعمل ايه؟ هروح اغير الجوتو بتاعتي وهحركها ان هي تبقى في الشمال اكتر. اقعد برضو اظبطه، احط النمبرز لحد ما تبقوا حاسين ان هو شكله بالشكل دوت حلو في المكان اللي انتوا عايزينه. طيب انا دلوقتي عندي مشكله ان انا حطيت الجوتو جوه الفانكشن، طب انا عايزه ارسم اثنين في مكان مختلفين، يبقى ده معناه ان انا احط الجوتو جوه الفانكشن دي مش صح، الا لو انا هديهم له بقى از فاريبل في كل مره. بس انا مش هعمل كده، فانا هعمل ايه؟ هضطر ان انا اخد الجوتو واحطها بره عندي في الكود، وهنده بعد كده على الويندو ان هو يرسمه لي، وبعدين يروح للمكان الجديد اللي انا عايزاه وانده تاني على الويندو ان هو يرسمه لي، لان انا عايزه ارسم تو ويندوز، واحد ان ذا رايت واحد ان ذا ليفت، وكل ويندو فيه 4 سكويرز. فهو دوت اللي انا هعمله، هقول له ان هو هموف الكريستال مثلا تو ذا رايت، وهقول تقريبا ان هيبقى هو ده المكان الجديد بتاعي، وعامله الجو تو التانية مغيراها. وخلي بالنا احنا لازم كمان ننده كمان بلوك ويندو، اروح اجيبهم بلوكس هندها عليها مرتين، الفانكشن الاولانيه والفانكشن الثانيه، بس انا كده استخدمت الفانكشن مرتين رغم ان انا كتبتها مره واحده. اوكي، حسيت برضو ان هظبط بقى اظبط في موضوع الاكس والواي دوت عشان اظبط المكان بتاع الويندوز بتاعتي، الشبابيك بتاعتي المكان زي ما انا عايزه، حركه كده شويه حركه كده شويه. اللي عايز يعمل ممكن طبعا نرسم واحد كبير بس في النص، ممكن نعمل اكتر من واحد، كل واحد طبعا has his own creativity. بس هي دي كانت فكره المشروع بتاعي، ان احنا ازاي نرسم بلوكس، ازاي ان احنا نتعلم نعمل create our own blocks، وازاي ان احنا نستخدمهم في المشروع بتاعنا. ان شاء الله البلوكس من الحاجات اللي هنستخدمها كتير جدا في مشاريع جايه اكتر واكتر. اتمنى ان انتوا تكونوا اتعلمتوا حاجه جديده، واتمنى ان انتوا كمان تعملوا اشكال تانية غير البيت، ممكن يبقى بيت ليه
مدخنة مثلًا، ممكن يبقى في جنب البيت في زرع، يعني عايزاكم ترسموا حاجات مختلفة، إزاي إن أنا أقول للكود بتاعي إن هو يستخدمها ويستخدم functions مختلفة لكل حاجة أنا عايزة أرسمها. ممكن نعمل قدام البيت عربية، برضه دي فكرة كويسة، والعربية في حاجات كتيرة أوي ممكن إن إحنا نقدر إن إحنا نرسمها ونستخدم لها blocks كتيرة جدًا. أتمنى إن أنتم تكونوا اتعلمتوا حاجة جديدة، ما تنسوش تتفرجوا على حلقتنا، تكتبوا لنا الcomments بتاعتكم، تعملوا subscribe في القناة بتاعتنا، وتتابعونا على السوشيال ميديا. Happy coding.